كل الأمم انحرفت بعد رحيل أنبيائها. النبي تسألني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عنده فكرة عن هذا الموضوع، أن كل الأمم انحرفت؟ خو أكيد عنده. ليش ما حمى أمته من الانحراف؟ لا، حاول أن يحمي أمته من الانحراف، ولكن الأمة رفضت. ائتوني بقلم ودوات أو بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم به، لن تضلوا، يحميكم من الضلال التي تعرضت له الأمم. الأمة هي نفسها رفضت. ترى كل المشاكل مسؤولية الأمة. يعني هسه مقتل الحسين مسؤولية من؟ مسؤولية الأمة. رأسا التفت عمر بن الخطاب قال دعوه لقد هجر، لا تجيبوا له. هو قالها بعدين، قالها بلسانه، قال أراد أن يصرح باسمه عند وفاته فحلت دون ذلك، أو قال حسبنا كتاب الله. شنو عندنا يعني؟ القرآن. عسى تجيب عمر تتحاكم وياه، ترى مو أشتم يعني، خاف تقولوا طائفي ويسب وهذه، لا لا، خلينا نتحاكم بالمنطق. جيب عمر، أنت قلت حسبنا كتاب الله، الآن الكتاب موجود لو ما موجود؟ حال مشكلة الأمة لو أمة ممزقة، أمة متفرقة. مو طب المساجد المسلمين من أبجديات الإسلام الصلاة. شوف صلاتنا متساوية لو كل واحد يصلي صلاة بمزاجه. الوضوء اللي هو مقدمة الصلاة متساوية. ليش ما حفظ وحدة الأمة القرآن؟ روح للحج، واحد يطوف طواف النساء، وواحد يطوف طواف الوداع، وواحد يصلي مكتف، وواحد يتصدق بسبل. عندك فكرة؟ أدري يسويها من سولف يعني. عندك فكرة لما بويع أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة وصلى بهم جماعة، مو إمام بعد، صار خلاص بويع وصلى، تدري واحد يلتفت على الآخر صاروا المسلمين يقول له سبحان الله لقد ذكرنا بصلاة كنا نصليها مع رسول الله. لعيش كنتوا تصلون بأيام الخلفاء على ملة حزقيل يعني؟ على من؟ ما على من؟ انت ملاحظ الكلام ولا؟ ذكرنا بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله. يظهر حتى الصلاة غيرت بعد النبي صلى الله عليه وآله. انت ليش جنيت على الأمة حسبنا كتاب الله؟ القرآن ما قدر يحفظ وحدة الأمة بدون العترة، ولذلك خطين ما بيه. هو الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا تعلمون. ماكو شيء إذا مو خطين. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. أسقطوا العترة